يا مساء الفل، ورجعنا لكم تاني في ظهر الاهلي. وزي ما قلت لك كده قبل الفاصل، جهز المشروب اللي انت بتتكيف فيه وسيب المتعه علينا، عشان لما هنتكلم هنا كوره هنتكلم كوره بجد، عشان معايا اتنين جامدين قوي. محمد عشري، يا مساء الفل يا محمد. مساء الفل يا اسامه حبيبي، انا مبسوط ان انا معاكم ومبسوط ان انا مع عبد الله. وطبعا عبد الله عمر، وانتوا الحقيقه يعني مش جداد بقى على المكان ولا جداد على البرنامج. طبعا اصحاب مكان. بالظبط كده، فعايزين بقى ندلع الناس. خلي الراجل يرحب، طيب ادي فرصه الراجل يرحب. خش يا لا انا باشا. وعشري واحد، يعني الواحد في بيته بيكون مبسوط ومرتاح هنا طبعا ومعاك، وان شاء الله نقدر نبسط الجماهير النهارده بالحاجات اللي هنعرضها. وحلقه النهارده بعد فوز، فان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. لا بس المهم جدا الحقيقه ان انتوا الاثنين وقت ما جيتوا في الحلقات السابقه يعني كان عندكم ثقه ان الراجل ده يسترب، يقدر يقود النادي الاهلي في وقت كان وقت فيه تشكك شويه، لان النتائج ما كانتش مساعده، الامور ما كانتش مساعده. ولكن كان واصلني جدا من كلامكم ان لا، الراجل ده قادر. فخليني ابدا بمحمد، يعني كنت منين جايب الثقه دي؟ المؤشرات دايما بتقود لنتائج. الراجل عنده كوره. كان في شكل. بدأ النادي الاهلي يحط ايده على المشاكل اللي كانت عنده. بدأت الفرديات تقل. بنلعب جماعيا كويس. الفرقه شكلها وتنظيمها بقى كويس، واحنا معانا الكوره واحنا مش معانا الكوره بنصنع فرص كتير، بتقدر تعمل اكس جي عالي اعلى من 2.5 في الماتشات. بتقدر تجيب جوال. كان ناقصك بس التوفيق والاستمراريه، مهمين جدا. سحر التوفيق والاستمراريه هم كل حاجه في الكوره، ودايما بتحتاج وقت علشان الاستمراريه دي تبان، عشان المنافسين يقدروا يشوفوا انت بتقدر تعمل ايه، تقدر يبقى فيه تجانس عالي، يقدر اللعيبه تفهم افكار المدرب، تنفذ وتلعب بدماغه. مهم جدا اللعيبه تصدق المدرب. الماتشات اللي فاتت كانت اللعيبه مصدقه وبتحاول لسه بتحسس خطاها جوه الملعب. افكار الراجل بدات تبان واللعيبه مصدقه، وباين جدا في الملعب دلوقتي. حلو. شايف ان الاستمراريه بدات، يعني خلاص انت لعبت بطوله افريقيه، ثم لعبت ماتشات في الدوري، ثم انتقلت لعب بطوله مهمه جدا، يعني انا بشوفها فارقه في مشوار الراجل مع المدير الفني يسترب، اللي هي السوبر المصري، ونجاحاته في الفوز على سيراميكا او على نادي الزمالك، ثم البدايه القويه دي بتزود معدل الثقه بالتاكيد من الجماهير للمدير الفني. طيب اللعيبه بقى عشان تبقى واثقه في المدير الفني بيحصل ايه بما انك بقى انت محلل اداء، وانت طبعا محلل اداء، ايه اللي يخلي اللعيب يثق في افكار المدير الفني؟ بص، انا ظهرت معاك قبل يستر ما يلعب ولا ماتش اصلا. اه ده كنا حقيقي. مع بعضينا، ما كانش لسه لعب حاجه، اه. وقلت لك انا مؤمن بالراجل عشان مؤمن بيه بره الملعب اكتر من جوه الملعب. بمعنى ان في مديرين فنيين كتير جدا في القاره وفي اي بلد في العالم بيكون عندهم افكار كتير جدا في الملعب. حاله الضغط العالي ازاي، البيلد اب ازاي، نخترق ازاي، الانماط ازاي، الكرات الثابته ازاي، الافكار موجوده عند مدربين كتير. بدليل انها كانت موجوده عند روبيرو على مستوى الافكار، يعني على اه. مستوى الافكار والفنيات في مدربين كتير على قدر كبير جدا من المعرفه الفنيه والتكتكس. ولكن انا كنت مؤمن بالراجل ده بره الملعب، قلت لك عشان حاجتين. اول حاجه احترام التخصصات، لو تفتكر اتكلمنا في ايوه. التخصص. ان الراجل ده بيحترم حته التخصص، من اول مدرب الحراس ومساعد مدرب الحراس والادوات اللي بيستخدموها ومحللين الاداء هيعمل ايه، وكل لعيب هيقعد معاه في المكتب. كلمتك في حته ايه نقاط ضعفه وايه نقاط القوه، التقرير بتاع كل لاعب. واللعيبه حتى بعد السوبر طلعوا على التلفزيون اتشكروا في النقطه ديت، ان احنا كل واحد بيقعد فينا لوحده، نقاط القوه ايه، نقاط الضعف ايه. دي كانت حته التخصص. الحته الثانيه وهي حته الليدنج او القياده كاوضه لبس. النادي الاهلي بيمر بفتره على فكره زي ما بنسميها بلغه الكوره اللي هي الجلاتيكوس، اللي هي بتبقى موجوده مثلا لو هندي مثال باوروبا بريال مدريد. في نجوم كتير جدا، وفي نقطه هربطها لك بحلقه النهارده اصلا بعد عوده امام عاشور، هتبقى في حته كده لازم نفكر فيها شويه، حته فنيه يعني. فالنجوم موجوده كتير. فهي عايز اوصل لك ان الفكره مش في المدرب اللي على قدر كبير من المعرفه الفنيه في الملعب بس، بالظبط. لا هو كمان اصلا هيعرف يعمل كنترول على اوضه اللبس ازاي. الراجل هيكون عنده القبول اصلا من اللعيبه والثقه ان هو يعرف يليد ازاي وشخصيته عامله ازاي، باحترام التخصصات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها. فكان رهاني على طرق ان هو كان ما قبل اللي هو بره الملعب مش جوه الملعب. الراجل قابل بتروجيت، قابل المصري، عمل اكس جي تقريبا 2.67 و2.75، مقابل ان المصري كان عامل اكس جي 0.02 وخلاص تعادل. احنا معيارنا مش والمصري النتيجه. كان تاني فريق، اكثر فريق تاني هجوميا بعد الاهلي في الوقت بالظبط ده. كده. بالظبط. ولما يطلع اكس جي 0.02 للمصري، ده هو اصلا ما جاش غير بفرصه ما واحده انا كانش فاكر في الماتش. الثلث الاول، ما قدرش يجي هو اصلا ثلث بتروجيت كان الاهلي. الاكس جي بتاعها 0.50، فاقل من جون، وانت الحاجات دي كلها من كورنرز، 2.67. مش من كورنرز ضربه وضربات ثابته. ثابته. اه. فطبعا النتيجه بتحرك الجماهير ان لا في شك حصل مش عارف ايه. ساعتها بصراحه انا كعبد الله التزمنا الصمت، عشان جماهير النادي الاهلي برضو بعد التعادلات والخساره كنادي كبير وجماهيري، بيكون لما تيجي صعب ان انت تتكلم ان انت تتكلم. بتبقى واثق في المدرب او حاجه، بيبقى انك تتكلم بشكل فيه تفاؤل او ايجابيه بعد تعثر بيكون مش مقبول شويه. بالظبط. ممكن يسمعوك بعد الفوز شويه. يعني انا متاكد ان حلقه النهارده اي مشجع بيسمعنا نفسه مفتوحه ان هو
هسمعهم بيقولوا ايه، عندهم ايه يقولوه، هيبقى خلاص ممكن يقتنع شويه بكلامنا. لكن بعد الخساره بيكون الموضوع صعب شويه. الواحد فضل مؤمن بالراجل لحد ما دلوقتي. مش عايزين نقول على فكره ان احنا احسن فرقه في القاره، بس عايز اقول لك ان احنا لسه عندنا مشاكل، ولكن الراجل بيتحسن. بيتحسن في ايه؟ مش النتيجه. مش النتيجه هي معيار كلامنا بالظبط. عشان فضلنا مؤمنين بعد التعثر من بتروجيت والمصري. لا، احنا ممكن يكون المعيار بتاعنا الضغط العالي عامل ازاي، الضغط العكسي، محاولات البيلد اب طالعه ازاي، الريست ديفنس بتاعنا دفاع الراحه عامل ازاي، طب الكرات الثابته بنتعامل معاها ازاي. لا، الفرقه بتتحسن. الفرقه بتتحسن. لسه ما وصلناش ل 10 من 10. في دايما هامش تطور موجود في الفرقه. طول ما انت ماشي بتصلح غلطات، نقطه القوه بتاعتك بتزيد، بتبقى اكتر فتكا. طب ما نحط القصه دي مؤثرة على أكتر. ارض الواقع عشان نشوف. يعني انتوا بتقولوا الراجل بيتطور، الاداء بيتطور، احنا بعيد عن النتيجه. واضح جدا، انتوا اتكلمتوا بشكل واضح عن مباراه بتروجيت برغم التعادل، بمباراه المصري برغم التعادل، بس انتوا شايفين امور فنيه افضل، معدل الوصول اعلى، ان خط دفاعك بيبتدي من الخط الامامي والخط الهجوم والضغط العكسي، ان انت بتقلل الهجمات على مرماك. كل ده امور جميله جدا. ايه بقى التطور اللي ممكن النهارده نشرحه للناس عشان الناس تبقى معانا في الصوره؟ ايه نقاط التطور دي؟ شفتوها ازاي بقى بعين محللين؟ مستوى ديناميكية الفريق بقى أعلى بكتير. نص الملعب عنده أدوار مركبة مع الأطراف. النهاردة ممكن تشوف زيزو وتريزيجيه مع ديانج ومروان عطية بيقدروا يعملوا شفتات من القلب للأطراف، ومن الأطراف للقلب، بشكل بيربك دفاعات وخط وسط المنافسين. ولما يحصل ارتباك في خط وسط المنافس بيقدر كل الناس اللي تحت الكوره يروحوا وشهم للجول فاضيين. حصلت مع تريزيجيه، حصلت مع مروان عطيه، حصلت مع ديانج، حصلت مع بن رمضان لما لعب، حصلت مع طاهر وامام لما نزلوا. ده حصاد التمرين الفتره اللي فاتت. هو مش تطور في الضربات الثابته، ان انت بتقدر لو مش بتجيب جول انت بتقدر تعمل خطوره من الضربات الثابته، بتقدر تعمل توليفه جوه منطقه الجزاء سواء الدايركت او الاندايركت، المباشره او الغير مباشره، تقدر تجيب منها جول. شفنا ياسين مرعي جاب منها جوال، شفنا تريزيجيه بيجيب منها جوال، بتعمل خطوره. لو ما جبتش منها جول حتى بتاخدها. دايما الكوره معاك. هو مش تطور ان انت دايما احنا بنبدا من الصفر، وطول ما احنا ماشيين بنصلح غلطاتنا، بنقوي زي ما قلت نفسنا، وده معانا في الحالات. معاك انت الضربات الثابته، معايا عشان الضربات نعرف الثابته ايه اللي هو بشكل مباشر وايه بشكل غير مباشر. وانا فعلا لامس ده، لان حتى الركنيات اللي بيلعبها زيزو ان لما يستغلها الاهلي بشكل جيد، بس السكند بول بتاعتك الكره معاك، الهجمه معاك. خد بالك اصلا معظم اهداف كتير جدا في بعض الفرق اللي بتلعب تحت الكره بتبني على فكره استغلال الضربه الركنيه عليها عشان تعمل التحول او المرتده والتحول بتاعته. بالظبط وتسجل. فده الحمد لله مش موجود. فلو معانا حالات الكرات الثابته، الكورنر بتاع الاهلي، الكورنر بتاع الاهلي نجيب بالظبط. مستوى ترتيبنا في الكورنر وشكلنا في الكورنر واحنا شغالين دايما بيبقى فيه ترتيب، بيبقى فيه مجموعه بتعمل بلوك او بتعمل سكرين، في مجموعه بتتقسم على الكوره، بيبقى منهم واحد رانر ده اللي بيجري ياخد من العمق، في واحد بيروح على القايم القريب، في واحد بيطلع يبقى على البعيده. اللقطات اللي انت جايبها من ماتش ايه بالظبط؟ ماتش الشبيبه، ماتش امبارح. ماتش امبارح يا جماعه، لو لقطات ماتش امبارح الضربات الركنيه عشان يبقى بنتكلم بشكل في صوره. وعلى ما تجهز الضربات الركنيه انا مش عايز اعدي حته امام. وقلت لي مع عوده امام في امور كده انا محتاج اتكلم فيها. ايه هي الامور اللي انت محتاج تتكلم فيها؟ حالات النهارده العشري هيعرضها. على قد ما احنا بنشكر في الفريق، في حاجات برضو احنا محتاجه هامش تطوري. بالنسبه للنقطه بتاعت امام اللي حضرتك بتسال فيها، هي مع عوده امام في لعيب كبير هيقعد على الدكه. ودي لازم نحطها في الاعتبار، ودي هتعمل مشكله برضو للمدير الفني، حته هو ترتيب الورق واحسن توليفه. خد بالك قبل عوده امام في لعيب كبير كان موجود على الدكه، يعني امبارح بن رمضان كان قاعد على الدكه، فما بالك بقى كده 2 لعيبه هيبقوا كبار قاعدين على الدكه. ما هو السؤال ده بقى اللي عايز اساله العشري وعايز اساله ليك، وممكن نساله لكل مشجعين النادي الاهلي بيتفرجوا علينا. انت التشكيله من وجهه نظرك كمشجع، لو انت ككوتش دلوقتي، انت مع امام عاشور لما يرجع، امام عاشور من اللعيبه اللي بتعرف تلعب في اكتر من مركز. دي ميزه وعيب. هتديله المرونه ان هو يعرف يلعب هاف يمين هاف شمال، بس دي بتبقى بجوده اقل من مركز 8 بيكون احسن. ممكن يلعب تحت المهاجم الوهمي بيعرف يلعبها. السته انت مش هتحتاج انه يلعب سته عشان عندك ديانج وعندك مروان. فاحنا لو اعتبرنا ان مروان وديانج الاثنين لمركز واحد اساسي وواحد بديل، لو تخيلنا مع بعض ان واحد فيهم بس هيبقى في الملعب مش هيشيل اثنين بعد عوده امام. يعني يا مروان يا ديانج هو اللي هتلعب بيه سته. الاثنين الثمانيتين هيكونوا بين رمضان وامام. طب انت الحته اللي قدام هل هتلعب بمهاجم اسمه مهاجم جراديشار وشريف، ولا الاثنين مش هيبقوا موجودين وتحط بن شرقي كمهاجم وهمي ويبقى زيزو وتريزيجيه الناحيه الثانيه، ولا هتقول لا انا من مدرسه ان انا العب بمهاجم
وزيزو وتريزيجيه وبن شرقي، اختار 2-1 يريح. هي دي المشكله اللي احنا داخلين خد عليها. بالك ده في حاجه انت مستبعدها، ان في يناير اصلا ممكن يجي مهاجم. مهاجم جديد، بالظبط. يعني الاهلي تعاقد مع مهاجم، فتبقى عندك امور تانية مختلفه. بس انا شايف دي، ممكن عشري يشاركنا الراي، ان دي اصلا يعني بتبقى هي انا مش حاجة شايفها ميزة مشكله، للفرقة. انا مش شايفها بالظبط. مشكله ان لما يكون عندي اختيارات كتير اولا في التمرين، ده بيزود جدا هوامش تطور الفرديه وحته للعيبه. المنافسه في بالظبط، اللعيبه في التمرين انا ما عنديش مانع. بيديني منافسه في وسط اللعيبه. انا هاخد احسن ثلاثه بيلعبوا في خط الوسط، ايا كان الثلاثه دول مين، انا ضامن كمشجع ان في التمرين في سته عملوا 300% من اللي عليهم. المدرب خد احسن ثلاثه يلعبوا. المنافس لو انت بتلعب في الملعب عندك امام وبن رمضان وتحتيهم ديانج، وبره قاعد على الدكه مروان عطيه وزيزو او تريزيجيه، ده فيلم رعب. دي مش فرقه. ولما المدير الفني بيبقى عنده ادوات في ايده وهو بيشتغل، يبقى عنده القدره انه في الدقيقه 70 يطلع امام وينزل بن رمضان، او يطلع ديانج الكروت وينزل. الربحانه من على الدكه دايما بالظبط. هتكون قويه. بس معلش يا عشري، انا وانت في الوقت الحالي الحمد لله يعني ربنا كرمنا وشغالين من ارض الواقع، وانت عارف حته اقناع اللاعب على الدكه بنفس راضيه وبتاع، على صعبة فكره جدا. مش بتبقى الموضوع ان هو متضايق من زميله، لا هو أوقات كتير متضايق على بتيجي، نفسه أوقات ان كتير لعيب الكوره بتيجي بيحب بالعكس. يشارك. ما هو انت بتيجي هنا النقطه اللي انت اتكلمت فيها، هي فكره بقى القياده. هي بقى الحته بالظبط. الليدنج بتاع الطرق بقى، الناس ازاي يوصل ان اللي على الدكه اقتناع فرصتك اللاعب جايه. بالافكار. بن رمضان ليه النهارده بينزل؟ امبارح بن رمضان نازل اتعمل معاه فاول وهو بيجري وبيعافر في الدقيقه 90. انا لو لعيب، انا لو انا بن رمضان بامكانيات بن رمضان بالتاريخ بتاع بن رمضان، لعيب دولي تونسي جاي من فرقه كبيره جدا، رايح اكبر فريق في افريقيا، جمهور الاهلي كله مستنيني انزل في الدقيقه 90 هجري ليه دي بترجع للحته المينتالي بتاعت بن رمضان. هي انت بقى الفكرة الهدف بتاعنا الاسمى مستوى ان يكون احترافية كل اللعيبة. اللعيبه اللي على الدكه بالظبط. تكون الحته المينتالي بتاعتهم كلهم كده. بالظبط. وده مهم جدا، عشان يبقى دايما اللي قاعد على الدكه هو داعم للي موجود، ولما ينزل حتى لو نازل في اخر دقيقه يقدم اقصى ما عنده. احنا الحالات جهزت بتاعه الضربات الثابته، ولكن هناخدها بعد الفاصل. تمام كده؟ تمام. نشوفكم بعد الفاصل، ولسه عندنا كلام مهم جدا بالصوت والصوره. ولسه مكملين معاكم في ظهر الاهلي مع نجوم التحليل طبعا محمد عشري وعبد الله عمر. ويمكن قبل الفاصل اتكلمنا عن الاضافه اللي اضافها يستروب لفريق النادي الاهلي على المستوى البدني والذهني والنفسي، وكان فكره الاشكاليه اللذيذه بفكره تواجد اكتر من عنصر ولاعب تقيل ممكن يتواجد على الدكه، وازاي يستروب هيتعامل مع الموقف ده ويتعامل مع اللعيبه ازاي. يمكن ده اللي هتجيب عليه الايام. ولكن لقطه بن رمضان في الدقيقه 89 ان هو بينزل بيلعب بمنتهى الحماس ومنتهى الشغف، وعقليه بن رمضان اعتقد هتنتقل عندنا لنجوم كتير جدا، او موجوده اوريدي في نجوم كتير جدا. ومع الروتيشن اللي بيحصل ومع البطولات الكتير اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، كل نجم من نجوم الفريق هيبقى ليه دور ان شاء الله. المهم في النهايه ان الفريق يحقق الفوز. نروح لمحمد عشري تاني، وفكره الضربات الركنيه اللي انت كنت عاوزها وجهزناها عشان نستعرض معاك سلاح التطور فتاك، اللي حصل. سلاح فتاك للاهلي في الفتره الاخيره. أيوة. زيزو رافع ايده بيرفع، ممكن نوقف هنا، لا ممكن نرجع تاني، هنلاقي زيزو رافع ايده، هنلاقي تريزيجيه وبن شرقي واقفين عاملين سكرين، وفي 4 لعيبه ياسين وديانج وياسر واقفين فوق. هنلاقي مشي، هتلاقي اللعيبه دول واحد بيجري، واحد بيقطع على القريبه، واحد بيقطع على البعيده. الصوره واحده واحده. تمام، هي كده ماشيه. تمام. الصوره اللي بعدها على طول، اللي بعدها هي هتيجي على طول، هنلاقي ابو بكر صار شاور ان ديانج فاضي عايز يلعب. هنلاقي الحكم وقف وبيكلم اللعيبه، فزيزو هيرجع يكلم الحكم. شغل على طول زيزو بيكلم الحكم انه كان عايز يلعب. هنلاقي ابو بكر صار وقف مع ديانج، الكره بتتلعب على نقطه الجزاء. بنروح تلاقي تريزيجيه وبن شرقي عاملين سكرين. بس بالظبط، وسط 4 لعيبه هم عاملين سكرين. هم دورهم ان ال4 لعيبه دول ما يشتركوش في الكوره، لان بتتلعب في ظهرهم. ايوه. الكوره هتتلعب دلوقتي، ديانج هيهرب من ابو بكر صار. اللي بعدها على طول، اللي بعدها على طول هي كده ماشيه. الكوره هتتلعب من زيزو على نقطه الجزاء، ديانج هيروح للكوره بس وشه في الارض، هياخدها لكن مش هيقدر يلعبها مباشره ناحيه الجول. الكوره اللي بعدها غيرنا النمط،
انا عايز التارجت يكونوا من القلب، فزيزو رافع ايده 2 بتتلعب برضو على حدود منطقه الجزاء، على سوري على نقطه الجزاء، الثلاثه بيروحوا تارجت ياسين وياسر وتريزيجيه، اللي بعدها بتتغير برضو رافع ايده 2 بتتلعب نفس القصه، لكن بيروحوا كلهم على البعيده، تريزيجيه بيطلع على القريبه يحط الكوره جون. 3 انماط اتغيرت انتهت في الاخر بهدف. مهم جدا تغيير الانماط علشان نقدر نحط جول. الاولى كنا عاملين سكرين، الثانيه لا خلينا التارجت يروح على على العمق، لكن الثلاثه ما كانش في بينهم ربط، الثلاثه راحوا تارجت خبطوا في بعض، ما حدش فيهم قدر ياخد الكوره، والاخيره راحوا على البعيده وتريزيجيه من القريبه الكوره اترفعت، ودي جوده اوفر كبيره جدا من زيزو. على فكره تريزيجيه من في نقطه ما حدش واخد باله منها، وهي ان تريزيجيه من الهافات اللي بتعرف تجيب جون بدماغها. بالظبط. كان يعني في لحد دلوقتي المعسكر 3 جوان اللي في تونس كان بيجيد ده، وجود زيزو مساعده حتى في مباراه سيراميكا وانبي والشبيبه، حتى مع منتخب مصر بالظبط. ومعاه في الملعب مين؟ معاه في الملعب زيزو، يعني هاف برضه في الكروسات مجرم وانتاجيته يعني عاليه، بلس ده بيدينا انديكيشن ان هو اصلا بيشارك وبيقدر يلعب بدماغه. حلو. هنا عندي سؤالين، هنا سؤال مرتبط باثنين لعيبه، ياسين مرعي اللي بدا مع النادي الاهلي واجابته بضربات الراس، وهنا وانت بتارجت لعيب او بتارجت اللي هيستقبل الكره من زيزو في مباراه شبيبه القبائل، مش موجود محمد شريف برغم ان هو مهاجم النادي الاهلي في هذه المباراه بشكل اساسي. هل دي تعليمات لعدم اجاده محمد شريف مثلا الضربات الراسيه، ولا انت شايف ان كان التسليط الضوء على ان تريزيجيه بيجيد هو ضربات الراس؟ طب ياسين مرعي وجوده فين؟ عايز افهم منكم بما انك كلام ضربات الثابته. في النهايه انا كمدير فني عايز الكره تدخل جول، مش هروح احط محمد شريف بالظبط، مش هحط محمد شريف تارجت مان والكره تجيله صح، لكن هو مش هيقدر يتعامل معاها بدماغه، فابقى صدرت لمحمد شريف مشكله انه مش عارف يلعب بدماغه، وصدرته للجمهور، وصدرت لنفسي مشكله ان انا عايز في الاخر في النهايه اجيب جول. ياسين مرعي بيقدر يتعامل مع الكرات الثابته والعاليه بشكل كويس جدا، ياسر ابراهيم نفس الحكايه، تريزيجيه نفس الحكايه، فانا لما احط تارجت مان في الحته دي احط حد بيقدر يترجم لي الفرصه لجول. في النهايه انا عايز اكسب، فمش مش هصدر لمحمد شريف مشكله واصدر لنفسي مشكله من الفاضي. هل دي ضربات الثابته؟ هنبقى نرجع لمحمد شريف لان ده مركز مهم جدا وهو مهاجم النادي الاهلي، لكن هروح لعبد الله عمر وهي فكره طيب يعني على طول، طب طالما جاهزين بمحمد شريف، دي تحركات محمد شريف. طب دي تحركات محمد شريف، هنرجع تاني هنلاقي كوكا معاه الكوره، هيسند على محمد شريف في مصيدة التسلل. محمد شريف في مصيدة التسلل اتعمل دبل باص بين تريزيجيه وكوكا، ستيل محمد شريف جوه التسلل، الكره بتتلعب بين الاثنين السنتر باكات، ومحمد شريف متسلل هيحط جسمه لكن هيكون متسلل. محمد شريف مرجعيته دايما في الجري في المساحه جري طولي، فبيجري دايما عايز يسبق يروح ناحيه الجول، والجري ناحيه الجول مش كله مفيد ومش كله يقدر يودي في دايره قطري او ياخد نص دايره. هنا هتبان، هنا هنلاقي زيزو مع الكوره المفروض كان يسند على الطرف، لكن مع عمل بين المدافعين، حط بن شرقي نفس دي افضل يعني بالزبط. يسند على الطرف. هنا محمد شريف برضه بيجري بالطول، محمد شريف لو خد خطوتين ناحيه المدافع هيعطل المدافع ويقرب للكوره، لكن محمد شريف بيجري بيبعد عن المدافع، فالمدافع بقى اقرب للكوره وهو بقى اوفسايد، الكوره بتتلعب، ده الهدف الاوفسايد، ده الهدف اللي كان اوفسايد. هنا الكوره دي بن شرقي طبعا استلام ولا اروع، داس على الكوره، محمد شريف واقف صح، محمد شريف هنا لو تلاحظ حط جسمه قدام المدافع وجري خطوتين للجنب بعد ما بن شرقي قال له الكوره هنا اتلعبت، المدافع راح لبن شرقي، محمد شريف هنا قدام المدافع، الخطوتين اللي خدهم بالعرض خلوه لما ياخد خطوات بالطول ما يبقاش اوفسايد ويبقى اقرب للكوره. هنا الكوره بتتلعب من بن شرقي، محمد شريف بيحط فيها صباع رجله الكبير بتلف في البعيده، جول كويس جدا. هنلاقي هنا فرصه محمد هاني، مروان عطيه، محمد هاني واخد مكان كويس جدا، مروان عطيه بيلعب كره لمحمد هاني، محمد هاني وهو بيقع بيعمل الكره عاليه لمحمد شريف، هنجيبها من زاويه ثانيه واضحه جدا. مروان لما بيعمل لمحمد هاني، محمد هاني
لما بيستقبل الكوره المفروض محمد شريف يقطع خطوتين زي ما قلت لك بالعرض عشان يسبق المدافع. أيوة. هنا الكوره لما بتتلعب محمد هاني، انت عارف ان محمد شريف مش هيروح ياخد الكوره العاليه. محمد هاني عمل الكوره عاليه، لكن الغلط من الاول ان محمد شريف ما قطعش قدام المدافع علشان سواء جات له على الارض او تجي له عاليه يقدر يتعامل معاها. ماشي، بس كان خليني اقول بعيد. لك بس في اللقطه دي، هو محمد هاني لو لعبها ارضيه محمد شريف موقفه كويس لانه متاخر عن الكوره، ما هي موقفين بيقول لك في الاول بالظبط، هي مشتركه. بس لو ما قطعش على الاولى ووصلنا للمرحله دي فعلا تتلعب على الارض جون خلاص. هي مشتركه، وبعيب على محمد هاني ان انت واحد من كباتن النادي الاهلي، راجل قديم في الحته دي، يعني المفروض كان يبقى فيه سنس وتنسيق زي ما بن شرقي نسق مع محمد شريف في اللقطه الاولى، قال له اقطع على القريبه بالظبط، اقطع على القريبه، حطها اللي بعدها جول. محمد هاني كان يقدر يحط الكوره دي من بدري ببطن رجله. محمد شريف لو خد خطوتين بطن رجله جول. غلط مشترك من محمد هاني في القرار ومن محمد شريف. خلاص شايفينها بقالها شويه انه الراجل لازم ياخد خطوتين، الجري مش كله طولي. لو جري بعرض الملعب ياخد خطوتين هيترجم فرص كتير، هيسهل الكوره على لعيبه الاطراف، انه يبقى دايما اوبشن يقرب للجول. اقرب للجول بشكل طولي معناها ان بروح للاوفسايد، اقرب بشكل عرضي اني هروح للكوره واني هفضي مساحه في ظهري، لان لما اقرب بشكل عرضي هاخد مدافع معايا وافتح مساحه في ظهري نقدر نلعب فيها، وجبنا منها جوال كتير. تركايه بسيطه جدا في تحركات المهاجم. محمد شريف محتاج يركز في الحاجات دي، وعندنا اطراف ما شاء الله يعني يقدروا يودوك 5-6 مرات للجول في الماتش، فاستغل ده. بس في نقطه مهمه، استنى بس عشان النقطه بالنسبه لي هسالك انت السؤال ده. انا مع اشرف بن شرقي قطعت على العارضه القريبه. انا مع محمد هاني ممكن اكون انا في التمرين بشوف ان محمد هاني دايما لما بيجي له الكرات اللي زي دي بيلعب الكره على العارضه البعيده، فانا هنا ممكن اكون حكمت من وجهه نظري على شريف، برغم ان الاثنين اللي المفترض هيلعبوا العرضيه اثنين مختلفين. يعني بمعنى تريزيجيه وزيزو، احنا مش عايزين نتكلم في قصه تريزيجيه وزيزو. زيزو بيلعب غالبا على مش العارضه القريبه اللي تريزيجيه، اتكررت في سيراميك كليوباترا، اتكررت في ماتش امبارح حتى في الركنيه. فوارد جدا سمات اللاعب حامل الكره بتخلي المهاجم يتحرك بناء على التفكير في ده. شريف عمل نفس الكوره مع بن شرقي، برضو خطوتين بعيد. بن شرقي جابه قال له تعالى هنعمل 1 2 3، انت لازم تروح لما تلاقيني انا جاي وقاطع ادخل خطوتين. الكرة اللي بعدها حصلت في كوكا الحالة الأولى، نفس القصه. الراجل رايح ناحيه الجول، لو قطع خطوتين زي ما كوكا عمل ووداه ناحيه الجول، لو استلم ولف خلاص هو في ظهره فاضيه. فهي الفكره ممكن يكون بروفايل اللعيب اللي معاه الكوره اللي هيديك الكوره بيفرق، لكن تحركاتك انت بتجبر اي لاعب ان هو يلعب اللاعب صح. اتحرك انت صح وسيب بالظبط. وفي النهايه احنا عندنا تمرين ننسق ده مع بعض، عندنا تمرين وعندنا في النادي نقدر نشوف ده. وبن شرقي خير مثال، الراجل في كوره ما قطعش، الكوره الثانيه جه قطع. حلو. قول كنت عايز تقول يا عبد الله. لا، النقطه المهمه عشان بس المشاهدين ومشجعين النادي الاهلي ما يفهموناش غلط، الموضوع ده مش يعني احنا مش بنعرض مثلا مشكله او كارثه او تشاؤم، لا بالعكس. يعني لما نيجي نبص لها من نظره تحليل الاداء، انا متاكد مليون في الميه ان كلام عشري ده اتعرض لمحمد شريف وخلاص احنا من اللي جاي. يعني الفكره في تصحيح الخطا وان اللعيب يتعلم من الخطا. يا محمد هاني خلاص دي كانت باص واحده ببطن رجل على البعيده على الارض سريعه، الراجل هيحطها خلاص جول. شكرا. يا محمد يا شريف انت ممكن تتحرك بالعرض الجاريه الكيرفت، ما تجريش جاريه مستقيمه عشان الجاريه المستقيمه بتخليك في الاوفسايد، لكن الجاريه الكيرفت بتتاخر نص ثانيه او ربع ثانيه بتحمي نفسك وبتخش وبتقابل على الاولى. كل الكلام ده من أجل كمان انا كلاعب انا حامل الكره، لما يكون عندي شك ان المهاجم بتاعي واقع في التسلل بيقلل لي خيارات تمرير الكره. وانا هغلط الغلطه حتميه جايه. حلو. اتكلمنا عن محمد شريف في الركنيات، كنا املنا كبيره جدا ان ياسين مرعي في الضربات الثابته والركنيات في وجود زيزو ان يعوض جزء من اللي كان بيلعبه محمد عبد المنعم في الضربات الثابته والركنيات. تقييمك بقى بعيدا عن اللقطه دي، يعني تكلمني في النقطه دي الاول، وتقييمك عن صفقه اصلا ياسين مرعي وانضمامه النادي الاهلي واصبح اساسي حاليا مع ثنائيه ياسر ابراهيم. بص، تفكير اي مدير فني في الكرات الثابته زي ما شفنا شرح عشري ان هو حط بن شرقي وحط محمد شريف يعملوا سكرين عشان الناس دي محمد شريف مش هيكون احسن حاجه بدماغه، يبقى انا هستخدمه هنا ان هو يعمل سكرين على المساك ويمسكه عشان افضي مساحه معينه. بيكون عندي بروفايل احسن زي ديانج، عندي ياسر ابراهيم، عندي ياسين مرعي، الناس دي بدماغها الجامب، الصراع الهوائي، التايم بتاع الجامب ذات نفسه، حطت الدماغ بيغمض عينه ولا بيفتح عينه، بيحط في الزاويه اللي جايه في وشه ولا لا، بيحط في البعيده. بيبقى عندي بروفايلات احسن من شريف. لكن حته بقى ان احنا كمشجعين نادي اهلي ننقي انه واحد فيهم اللي هيجيب اجوان اكتر، لا دي بتاعت التوفيق. يعني دي بتاعت التوفيق والظروف.
لكن ياسين مرعي بيخش هو وديانج، بيخش هو وياسر ابراهيم، بيخش هو وتريزيجيه، بنشوف الافضل مين. يعني هي على حسب التوفيق، عشان على فكره مهما كانت فكره السيت بيسز او الكرات الثابته بيبقى برضه كره القدم بتنطبق او تندرج تحت فكره العشوائيه برضه. يعني انت بتعمل فكره الكرات الثابته وبتتلعب، بتحصل اي عشوائيه بقى، الجامب بتاعك متاخر، واحد لاعب افريقي ادالك الكتف فوقعت، لكن انت في دفاع منظم، في يعني مشاركه من حارس مرمى، المدير حاجات الفني كتير. بيحاول يقلل من العشوائيه. لكن فكره ان ياسين مرعي هو اللي يطلع يركب بدماغه ويجيب، دي ما فيش حد فينا يقدر يتحكم فيها. يعني الاربعه بيخشوا اللي داخلين زون او مان تو مان، بيطلعوا يعملوا جامب وبيطبقوا الفكره. جت على دماغ مين؟ لا دي بقى مساله وقت. احنا بنعمل الفكره الصح بجوده الافكار الصح اللي تبروز ياسين مع ياسر ابراهيم مع ديانج مع كله. حته التوفيق مين اللي يجيب جون دي بقى مش بتاعتنا. ليها علاقه باللي بيلعب الاوفر لعبه فين، واحنا عندنا احنا محظوظين دلوقتي الفتره دي ان زيزو هو اللي بيعمل اوفر، فغالبا لو اتلعب 10 اوفرات هيبقوا شبه بعض، مش حلو. هيبقوا بعاد عن انت بعض. عندك لقطات انا لياسين عندي مرعي؟ لقطات لياسين مرعي. لو نرجع للفريم الاولاني خالص، نرجع من الاول خالص، دي كده بتكلم على ياسين مرعي في قراراته عامه، شويه تصحيح قرارات. لا الفريم الاول يا جماعه خالص. ممكن نرجع للاول خالص، بعيدا عن ياسين مرعي في الضربات الثابته او الجامب عامه او اي صراع هوائي. احنا بنتكلم في ياسين مرعي كياسين مرعي. ياسين مرعي على فكره احنا ممكن نوقف بس عشان انا عايز افهم حاجه. احنا بنحاول نوصل لاعلى جوده من كل لاعب عندنا. يعني احنا ممكن نوقف الفريم خالص قبل ما نشرح، يعني عايزين ناكد على النقطه دي، ولكن احنا بنحاول ان احنا بين بعض القرارات بنصححها عشان نوصل لاعلى جوده ممكنه. فاحنا لو رجعنا للفريم الاولاني خالص من الاول ياسين مرعي، استاذن بس ان احنا نرجع للفريم الاولاني خالص، نرجع في اول الفيديو خالص، هنشوف ياسين مرعي كان في بعض القرارات اللي احنا عايزين نصححها. يعني ان هو كان يبقى عنده خيارات تمرير افضل، وفي بعض القرارات افضل في محاوله البيلد اب. فاحنا ممكن نرجع للفريم الاول اللي كنت هشرح لك من الاول. أيوه. هنا ياسين مرعي بيستلم الكوره، الخصم اللي بيقابلني بيلعب الميد بلوك، ما بيلعبش الضغط عالي. ياسين مرعي بيمشي في المساحه، عنده الاوبشن الاولاني ديانج او عنده كوكا. طيب ياسين مرعي اخذ خطوتين وما عملش باص، مش مشكله، ده مش غلط، ولكن كان في اوفرلود على الشمال، في تريزيجيه وفي زيزو الاثنين على الباك يمين. أيوه. المفروض يا اما كنت تدي لتريزيجيه على الارض هو يعمل الثري لزيزو، يا اما كنت تلعب واحده لونج بول لزيزو. تمام. الراجل وقف على كورته، ما اعرفش وقف ليه، بيحصل له لاج ان هو بيبقى ما خدش قرار وبيبقى قرار قدامه، فقرر ان هو يرجع بالكره لمين؟ لياسر ابراهيم. يبقى احنا كده اخذنا 4-5 خطوات وكنا هنخترق الخصم، وفي الاخر انت رجعت تاني. ياسين مرعي بيمشي تاني بالكوره. انت كنت عايز ياخد الريسك باص هنا. ما هو اصلا انا شايف نسبه الريسك مش كبيره كمان. ده تريزيجيه 1 3 زيزو راح. دلوقتي كوكا قدامه برضه اتاخر، ما عملش باص لكوكا، عمل باص لزيزو، اتقطعت من شبيبه القبائل، اللاعب قلب علينا تحول او مرتده. فهنا كان الباص قدامك كوكا، انت رحت للباص الصعب اللي هو زيزو، فانت مش مضطر انك تعمل ده. طبعا اتلعبت في خط النص، وبعد كده جه الفاول منها لديانج، وكان مرتده كان ممكن يشكل منها خطوره. فاحنا بنتكلم في حته مفهوم تصحيح القرار الافضل ايه. حلو. طيب الراجل دلوقتي انا بعمل معاه صراع ارضي وبحاول ان انا ادافع عن كورتي، فدخلت مع الراجل صراع، اخدت الكوره. ممكن نقف هنا بعد اذنكم لو نوقف الفيديو. الراجل دلوقتي ياسين مرعي قطع الكوره، المفروض ان انا الف قلب الملعب عشان في تيشيرتات احمر كتير. بالزبط. ممكن ادي باص، الراجل كوكا اللي هناك دوت اللي واقف على منطقه السته ممكن يشتت، ممكن يعمل باص لمحمد هاني، ممكن نطلع بالكوره من هنا. ياسين مرعي قرر ان هو يبص ناحيه المدرج، فممكن نمشي بالفيديو، فعايز ان هو يلف بالراجل اللي بره، فحاول ان هو يلف بالراجل اللي بره. الراجل طبعا يعني ده بني ادم بشري وبينافسك على الكوره. الكوره اتقطعت منك، فانت حطيت نفسك في ازمه، فبتحجز على الكوره. ليه عايز تطلع لبره؟ ما بصيتش لقلب الملعب، الكوره اتقطعت، وبعد كده اتلعب منها الكروس، والشناوي شالها الحمد لله. الكروس اللي اتلعب واتلعبت المهاجم، والشناوي ايه صدها. شوبير قصدي صدها. فاحنا كنا بنشكل خطوره بسبب قرار ملوش اي 60 لازمه. لا انا الف قلب الملعب افضل. فدي شويه حاجات احنا بنحاول نعلى بجوده تصحيح القرار. ياسين مرعي انا عارف ان هو جاي النادي كبير، بيمر بنفس الفتره، بس على فكره احنا ما كناش بنتفرج على محمد عبد المنعم في سموحه. كيروش هو اللي سلط الضوء بعد ما اخدوا معاه قائمه المنتخب. لكن انا متاكد بنسبه 100% وانا ما اتفرجتش على محمد عبد المنعم في سموحه بالشكل الكافي، بس انا متاكد ان الراجل كان بيعمل اخطاء وبيعمل كوارث. فاحنا قدامنا جمله ناخدها باكج الجماهير النادي الاهلي. انا شايف ان دي قمه المنطق او العقل. ياسين مرعي عايز تعمل منه محمد عبد المنعم الجديد، يبقى لازم تستحمل ضريبه الاخطاء في الماتشات عشان يتعلم منها، عشان نوصل لاحلى قرار واحسن قرار ونوصل لاعلى فورمه. طيب هيوصل لاعلى فورمه هو على الدكه؟ مستحيل. بص انا فكره انا اعمل محمد عبد المنعم جديد واعمل علي معلول جديد، لا انا عايز نسخه ياسين مرعي، شخصيه ياسين مرعي، اضافه ياسين مرعي الفنيه. فاحنا بنحلل اخطاء، يعني اصل المقارنات دي بتدمر لعيبه. احنا قعدنا بعد عصام الحضري ما هرب فتره طويله جدا شايفين، لان عصام كان في التوب،
فشايفين اي حارس مرمى لا يستطيع حارس مرمى النادي الاهلي. زي ما بنمر فتره علي معلول دلوقتي. هو بيقارن كل مره بالظبط. بعصام الحضري، فده مش عصام كان بيجيبها بيمينه، وعصام كان بيطلع بالعكسيه، عصام كان ما كل الحراس اللي جم اتظلموا بسبب عصام. ابو تريكه وصناع اللعب مفيش. دلوقتي داخلين في علي معلول ومنعم. لا انا عايز باك ليفت يجي يقدم واجبات مركزه، وعايز سنتر باك يجي يقدم واجبات مركزه. فهنقول ان الواجبات دي كان في زي ما عبد الله استعرض كده بعض القرارات ما كانتش هي افضل قرارات، لكن بالتاكيد كان عنده قرارات في مباريات ثانيه، وهذه المباراه ايضا قرارات موفقه. أيوة خصوصا طبعا ان بعد رحيل علي معلول اصلا الجبهه الشمال اللي كانت شغاله وجبهه صناعه اللعب في النادي الاهلي، من بعد رحيل علي معلول الجبهه اليمين بدات تاخد حيز هجومي، بدات تاخد ثقه، وبدات تشتغل وبتشارك في صناعه اللعب. بالظبط. فهي الفكره في تحرر اللعيبه، ما ينفعش الباك رايت والباك ليفت يهاجموا بنفس القدر او يطلعوا بنفس القدر، لان ده معناه ان انت عندك جنبين الملعب مفيش حد بيغطي في ظهرهم اي مرتده، تبقى صعبه جدا. لو عندي علي معلول وعندي محمد هاني، لا يا هاني اقف ادخل في قلب الملعب والكره مش معانا، عشان السته غطي على علي معلول، وعلي معلول يهاجم ويبقى مفتاح لعب. وكان جدير بثقه المدير الفني، كل المديرين الفنيين اللي مسكوا النادي الاهلي. حلو جدا. انت عندك الضغط العالي للنادي الاهلي، عشان نختم بيها. انت من وجهه نظرك شايف ان الاهلي الفتره الاخيره خط دفاعه في امان، او التهديد اللي بيكون على مرماه بسبب الطريقه اللي بيلعب بيها يستروب في فكره الضغط العالي على دفاع المنافسين، صح كده؟ بص احنا عايزين بس نصحح مفهوم، نغير جمله صغيره. اتفضل. احنا بنضغط ضغط عالي مش عشان ان دي اول اسلوب من اساليب الدفاع. احنا بنضغط ضغط عالي عشان نجيب جون. احنا بنقطع من مناطق متقدمه للخصم جول من عنده من الثلث الاولاني. أيوة. انا بمنع خطر ان الكره تيجي عندي الثلث الثاني والثالث، بس انا بضغط من قدام عشان اجيب جون. لما تيجي تبص هنا على ضغط النادي الاهلي هنلاقي ان في تطور للمنظومه. لو وقفنا بالفيديو هنا لحظه هتلاقي ان محمد شريف اللي كان بيضغط على المساك الاولاني، محمد شريف ما سابش مكانه، ومحمد شريف ابتدى ان هو ينزل فين؟ ينزل في النص خطوتين. حلو. ليه بينزل في النص خطوتين مع ان الكره اصلا بقت عند الاوت اليمين؟ وزيزو وتريزيجيه ومروان بيقوموا بدورهم بالضغط بتاعهم. أيوة. فالمفروض المشجع يقول لك خلاص محمد شريف انتهى دوره هنا. لا، محمد شريف ما انتهاش دوره هنا. احنا بندي اوامر حتى في نمط الضغط بتاعنا في شغلنا. أيوة. ان حتى الكوره لو طلعت على اليمين وعملنا مصاده الضغط بتاعتنا على الاوت، يا محمد شريف انزل خطوتين للديفندر ده عشان ممكن يرجع عليه تاني. صح. بتقفل ان هو يرجع للمساك التاني. حلو. هنا اي نوع من انواع الضغط للنادي الاهلي 4-1-4-4-1-4-1 هتلاقي ان احنا بنضغط بيه على شكل مثلث. يعني لما نمشي هنا هتلاقي ان محمد شريف ضغط الضغط الكيرفت شويه. خلاص الكره راحت للمساك الثاني، راح يضغط عليه. هتلاقي الكماشه بتاعتنا ان احنا بنضغط على حامل الكره وعلى الاوبشنز اللي ممكن يعمل لها باص. الكره اتقطعت، اتعمل التحول هنا. بصرف النظر احنا قلبناها جون ولا ما قلبناش جون، دي مش مشكلتنا. احنا الضغط العالي كسب دلوقتي. احنا بنتكلم في الضغط العالي، فاحنا الضغط بتاعنا كسب. هل بقى نتيجته ان انا عملت مرتده جبت منها جون؟ ممكن ابقى اتكلم مع لعيبتي في مشكله المرتده، احنا ليه ما جبناش جون. لكن الفيزه الاولانيه الضغط العالي بتاعنا كويس. انا حرمت المنافس من الكره وخلاص، بقيت انا اللي مسيطر على الكره. فكره بقى ان انا اسجل هدف او برضو الباص بيتلعب من الحارس للسته. انا اسف اني بقطعك. انا طلعت بعايز زيزو قطع من الكره من الراجل وراه مان تو مان، قطعنا. شوف احنا قطعنا فين. يبقى احنا بنقطع عشان نجيب جون. مش بنقطع عشان نحمي الاربعه اللي ورا. لا، احنا بنضغط من قدام. هو عشان بس ما تبقاش القصه ان هدف الضغط العالي هو حمايه المرمى. لا، هو احد اهداف الضغط العالي اللي وضحت ان هجمات فريق زي المصري وبتروجيت والفرق اللي من اللعيبه قليله، ان انت بتقلل زمن الهجمه لدى المنافس. فدي من كل حاجه بتحصل في الملعب الاستفادات بتاعتها متعدده. بالظبط. في اني اجيب جول، في اني استريح من الدفاع، ما قابلش من ما يبقى فيه خطوره عليا، ما يبقاش فيه تحولات عليا. فكل حاجه بتحصل في الملعب ليها استفادات متعدده. والاستفاده الاولى ان اجيب جول، دي حاجه كويسه للفرقه. الاستفاده الثانيه ان ما يبقاش فيه ضغط على خط دفاعي، دي استفاده كويسه. ما يبقاش فيه عليها تحولات كبيره، دي استفاده كويسه. كل حاجه في النهايه بتشكل ضغط على المنافس. في النهايه لو انا قدرت اضغط على المنافس في كل حالات اللعب، حتما هيغلط وحتما هجيب. بالظبط. يعني كلام مهم جدا. وطبعا كان نفسي ان وقت الحلقه يكون اطول بقى، عارف انت الدباجه اللي بتقال في الاخر دي. لكن لا، الحقيقه يعني دايما الكلام في الكوره كلام ممتع، وانتوا الحقيقه عندكم المميزات دي والممتلكات دي. ان شاء الله باذن الله تتكرر اللقاءات ان شاء الله. يعني النادي الاهلي امام الجيش الملكي المغربي يحقق نتيجه ايجابيه ان هي تخليه متصدر جدول البطوله المجموعه بعد التوقف بقى الدولي. بشكرك جدا عاشر، شكرا جدا محمد عاشر على الاداء. بشكرك جدا عبد الله عمر، شكرا جدا ليك. وبنشكر حضراتكم جدا، وان شاء الله انتظرونا في حلقات مقبله من برنامجكم في ظهر الاهلي.